مدرس بيروح ضحية لخناقة بنتين في مدرسة الحلمية الإعدادية بنات في القاهرة. إيه تفاصيل الحكاية وإيه اللي وصل الموضوع لكده؟ كل ده هنعرفه بالصوت والصورة بعد الفصل. السلام عليكم، أهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات مع الناس. حكايتنا النهاردة عن الموضوع اللي انتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع المدرس اللي اتقتل في مدرسة الحلمية الإعدادية بنات بالقاهرة. الموضوع بدأ بخناقة بين طالبتين في المدرسة. في مدرس اسمه محمد زينهم، وده مدرس لغة إنجليزية في المدرسة، اتدخل عشان يسلك بين البنتين وأخدهم لمكتب المدير، والموضوع خلص على كده. وطلع الأستاذ محمد على الفصل عشان يكمل يوم الدراسي ويدي الحصص بتاعته. فبالصدفة الفصل اللي دخله كان فيه واحدة من البنتين اللي كانوا بيتخانقوا. الأستاذ محمد شرح الحصة وبدأ يسأل الطلبة في بعض أجزاء المنهج اللي شرحه، وجيت دور على البنت اللي كانت بتتخانق مع زميلتها، فمعرفتش تجاوب أي حاجة من اللي سألها فيها. الأستاذ محمد قال لها: أنت ليه ما بتذاكريش وبتقعدي مركزة في الفصل؟ شاطرة بس تتخانقي مع زمايلك؟ البنت ردت عليه بأسلوب وحش جدا، يعني تقريبا تطاولت عليه في الكلام. فرد فعل طبيعي من مدرس بنت تطاولت عليه قدام الطلبة، الأستاذ محمد ضربها بالقلم. وطبعا كلنا عارفين ان الضرب ممنوع في المدارس، وبالذات لو مدرسة بنات او ضرب البنات يعني. المهم ان هو ضربها بالقلم. البنت روحت تعيط لابوها في البيت. ابوها قال لها: مالك يا بنتي؟ قالت له: الاستاذ محمد مدرس اللغة الانجليزية ضربني بالقلم قدام الفصل كله. والد البنت اتنرفز جدا، وتاني يوم راح المدرسة علشان يقابل الاستاذ محمد ويشوف ازاي بنته تتضرب بالقلم على وشها. وعلى فكرة والد البنت اصلا كمان هو مدرس، بس مدرس ثانوي في المدرسة اللي موجودة في نفس المنطقة أو قريبة منه. والد البنت راح المدرسة وقابل الأستاذ محمد فعلا، وكان بيتكلم معاه بطريقة شديدة شوية وصوتهم بدأ يعلى. وعلى حسب أقوال الأب إن الأستاذ محمد قال له: بنتك مش متربية. وكلمة من هنا على كلمة من هنا الموضوع كبر، لدرجة إن ولي أمر البنت اتنرفز جدا وضرب الأستاذ محمد بالقلم على وشه زي ما ضرب بنته. طبعا الموضوع كان قدام الطلبة والمدرسين في المدرسة، على الرغم من ان وزارة التربية والتعليم طلعت بيان وقالت ان الموضوع كله حصل خارج اسوار المدرسة، وزي ما ظاهر في الفيديو ان الموضوع كله داخل في المدرسة. المهم الاستاذ محمد ما استحملش صدمة ضربه بالقلم على وشه قدام الطلبة والمدرسين. طبعا دي اهانة كبيرة ليه ولكرامته. وقع الاستاذ محمد على الارض من الصدمة، وبسرعة زمايله شالوه وحاولوا يقعدوه، وبعد كده طلبوا له الإسعاف. جت الإسعاف وأخدوا الأستاذ محمد على المستشفى. على ما وصل من المستشفى والأطباء بيحاولوا ينقذوه، كان الأستاذ محمد في الوقت ده فارق الحياة. جت الشرطة وتم القبض على ولي الأمر. تقرير المستشفى طلع إن سبب الوفاة هو جلطة في الدماغ، جلطة حصلت فجأة للأستاذ محمد أدت لنزيف داخلي. النزيف ده اتسبب في وفاته. في التحقيقات ولي الأمر قال على كل اللي حصل، وقال إن هو فعلا ما كانش يقصد ومش متوقع إن ضربة قلم هتتسبب في وفاة شخص. يعني ولي الأمر ما أنكرش اللي حصل. وطبعا الناس في الفيديو اللي موجودين اللي هم المدرسين اللي حواليه كانوا بيقولوا: إحنا كلنا مستعدين نشهد، طبعا لأنهم شافوا كل حاجة في الواقع. كلنا شاهدين أهو، كلنا شاهدين. فاكر عزة؟ ولحد وقت نشر الفيديو ده ولي الأمر لسه بيتحقق معاه. هو بالتأكيد هياخد عقوبة، بس يا ترى العقوبة اللي هياخدها هتكون ايه؟ شاركونا برأيكم في التعليقات. ايه هي العقوبة اللي ممكن ياخدها ولي الأمر على الرغم انه ما يقصدش كل اللي حصل ده؟ دي كانت الحكاية الكاملة للأستاذ محمد زينهم، مدرس اللغة الإنجليزية بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات بالقاهرة، رحمة الله عليه. واستنونا في حكاية تانية جديدة من مواضيع الترند وأشهر الحكايات اللي بتدور مع الناس. ومع الناس عشنا حكايات قناة كل الناس.